لم يكن التلميذ عبد الرحمن بولحبال من ثانوية شهيد مغلوى رمضان قلقا من نجاحه في شهادة البكالوريا بقدر شغفه لمعرفة ترتيبه في الولاية. ترقب عقبته فرحة احتلال المرتبة الأولى ولائيا بمعدل 18.73. كنت دائما أدعو الله أن يتحصل على هذا المعدل، والحمد لله. يعني عندما رأيت ذلك المعدل يعني كانت فرحتي، يعني استجاب الله لدعائي أكثر من فرحة المعدل نفسه. الحمد لله يعني تحصلت على ما أريد. كنت أنهي المقرر في وقت قصير، أتجاوز يعني الأساتذة في الثانوية والحمد لله، ثم أبدأ في الخوض في التفاصيل المواضيع. يعني الحمد لله كانت مواضيع مثيرة للاهتمام، يعني ممتعة طوال البرنامج. والدا المتفوق عبد الرحمن يتمنيان أن يدرس ابنهما في الخارج لمواصلة تفوقه. يعني نتمنى الجزائر تاخذ بعين الاعتبار على التفوق تاعو وتبعث له تعطيه منحه دراسيه يعني في الخارج، لنرى يكون ان شاء الله يعني تنبؤوا له بمستقبل زاهر يعني في اي ميدان يخوضه. يعني نحن نتمنى ان شاء الله من السلطات العليا يعني تبعثوا للخارج، يعني راه كما نقولها فيه فائده لنفسه ولوطنه كما نقولوا لامته الاسلاميه يعني ككل. يعني يبقى حلم يعني بكل متفوق ومزاولة يعني دراسته الجامعية في الخارج. وأنا أيضا لا أختلف من هذا، يعني من هذا المنبر يعني أطالب السلطات يعني على الأقل منحة يعني للدراسة في الخارج إن شاء الله. عبد الرحمن الحافظ ل50 حزبا يأمل في تمكينه من منحة دراسية في أرقى الجامعات العالمية لتحقيق أحلامه.